بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة بقى جايبين البيتيفور الفخم، حاجة راقية. يعني بصوا، البيتيفور مش مستحمل إيدي، دايب دوب. هيعجبكم جدا 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 طريقتي إن شاء الله بإذن الله. اعتمديها وكل سنة وانتوا طيبين. هنشوف دلوقتي مع بعض هنعمل ايه، وهنشوف انا جايه اقول ايه النهارده في موضوع البيتيفور. اولا يا جماعه، انا بعمل البيتيفور بالسمنه وبالزبده، حلو جدا، بس انا بفضل شغل السمنه اكتر. البيتيفور بالسمنه بيبقى احلى واجمل ونتيجته مضمونه اكتر. طبعا هديكوا هنا مقادير الكيلو. مقادير الكيلو: عندي كيلو من الدقيق، وعندي صفارين بيضة وبيضتين كاملين، يعني صفارين وبيضتين كاملين، وعندي فانيليا طبعا، وعندي كوباية ونص سكر بودرة، وكيلو الا ربع سمنة. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. باخد كيلو الا ربع سمن مع كوباية ونص سكر بودرة، وبضربهم بالمضرب زي ما احنا شايفين كده. شايفين القوام جميل ازاي، وفوم وهايش كده. انا عايزة النتيجة دي، السمنة تكون ساقعة وخارجة من التلاجة وانتي بتشتغلي مع السكر، لحد ما توصلي للون الفاتح ده ولون السمن يتغير تماما. وببتدي بقى انزل بالبيض مع الفانيليا واحدة واحدة، ما بنزلش بالبيض كله مرة واحدة. كل ما البيض يختفي بالضرب بالمضرب، برضو عايزة القوام يهيش اكتر، ببتدي انزل بالبيض بكمية من البيض تاني، برضو تختفي انزل بكمية تاني، وهكذا. كل ده المضرب شغال. ده عليه 90% من نجاح البيتيفور معاكي. وصدقيني السمنة نتيجتها مضمونة اكتر من الزبدة كمان، يعني مش هتتعبك خالص في الشغل، وبإذن الله هتطلع معاكي النتيجة في منتهى الجمال وأحلى في الطعم كمان. هنا خلاص خلصت كمية البيض والفانيليا اللي موجودين في الطبق. ببتدي ايه، اخلص بقى لحد البيض دوت ما يختفي جوه الخليط. برضو انا شغالة بالمضرب الكهرباء كده. تمام تمام. عندك عجان ماشي الحال، ما عندكيش المضرب الكهرباء موجود بيقوم بالدور زي الفل، ما فيهوش اي حاجة. كده تمام خلاص كده. انا خلصت، ان البيض اختفى والقوام اتظبط عندي. القوام يا جماعة كل مادة وعمال يهيش اكتر. انا عايزة البيتيفور ناعم دايب، هو ده اللي بيطلع البيتيفور راقي وجميل ودايب كده، بيدوب. هو ده سر نجاح البيتيفور، دي اول خطوة، دي هي سر نجاح البيتيفور معاكي. بس كده بنزل بالدقيق على الخليط، وببتدي امزج الدقيق بس مع الخليط، ما بعجنش خالص. انا هنا بلم بس، يعني بمزج الخليط بتاع السمن والسكر والبيض مع كمية الدقيق اللي انا نزلتها. تلمي بالراحة وواحدة واحدة ومن غير عجن، لحد ما الدقيق كله يختفي والعجينة تظبط معاكي ان شاء الله بإذن الله. المقادير دي مظبوطة خالص يا جماعة، ومش محتاجة اي حاجة. المقادير اللي انا قلتها دي، بتفصلي بقى جزء ابيض وجزء بالشوكولاتة زي ما بتحبي تاكلي وتشتغلي يعني عادي. هتضيفي بقى على الجزء بتاع الشوكولاتة 3 معالق من الكاكاو الخام. الكاكاو الخام من عند العطار. مع ال3 معالق دول بتحطي معلقتين كبار من السمن، عشان ما ينشفش العجينة معاكي، لان عجينة البيتيفور بتبقى ملزقة. المفروض ان هي بتبقى ملزقة. خلاص، اظبطي بقى الكاكاو مع العجينة، واظبطي الابيض والبني، وابتدي شكلي عادي خالص. شكلت اهوت بالكيس الحلواني وزي الفل، النتيجة معايا اهي. هبتدي بقى اسخن الفرن وادخله، ما بياخدش الا ربع ساعة في الفرن، تخليكي حريصة في الخبيز بتاعه لانه ما بياخدش وقت. وكده خلاص خلص معايا. زوقيه بقى بالمربى، بالشوكولاتة، بالمكسرات وجوز الهند، زي ما انت عايزة. ابدعي بقى في الزواق بتاعه. شايفين البيتيفوراية في ايدي مش مستحملة ايديا، يعني حاجة راقية جدا، ريحة وطعم في منتهى الجمال. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. وهسيب لكم برضو اللينك بتاع كحك العيد في صندوق الوصف. لايك وشير بقى لبيت ماما بطة، وتحياتي ليكم.